هنا البنات هذا هو القفطان الدرس ديال اليوم على هذا الشكل هذا بالسلهام ديالو. القفطان الدرس الاولاني هو القفطان، ومن بعد هذا القفطان راه ممكن ديروا له المضمه، ممكن تخليوه عريض. القفطان على هذا الشكل هذا كيجي واسع هاك. نتمنى ان شاء الله الدرس يكون ساهل وواضح. تابعوا الدرس. كما شفتوا الموديل جا زوين البنات، والجماليه ديالو هو بسيط ساهل في لاكوب ديالو. ان شاء الله غادي نوريكم. قبل ما غنبدا لكم الدرس غادي نهضر مع البنات اللي قالوا لي على حسب جلابه جاب لي، انا حاولت نلبسها لكم غير باش تشوفوا البنات راه كتجي واسعه ومحترمه. شفتوا البنات كتجي هكا، كتجي واسعه. ودرت هذه لبستها طويله. البنات اللي تيلبسوا داكشي طويل يعني كتجي زوينه ومحترمه. هذه البنات راه فيها 37 في الربع وراه واسعه وما تتبينش لي ديتاي ديال الجسم. يعني اللي ما تيبغيش داكشي يجي واقف يدير الكخيب راه ما تيبينش الوسع. يعني هذه راه 37 راه تلبسها حتى دوبل اكس ال. واضح؟ ندوزو للدرس ديالنا. يعني انا خدمت هذا الثوب هذا بهذا المبره هذا، بهذا الفولور هذا. يعني انت خدميه بالكخيب، خدميه باي ثوب البنات بغيتو. انا اختاريت هذا على حسب الجو. وهذا المبره البنات شوفوا معايا قلبوا، هذه المبره زوينه ما تتمازاش، يعني الثوب ديالها ما تيتحلش. تنبتيها طرزيها، شفتوا انا كي نبتها يعني جات نبات معها زوين. بامكانكم ديروا لها الطرز وبامكانكم ديروا لها زوقت المعلم، لكم الاختيار. واضح؟ اللي مهم هي لاكوب هي اللي تتبين الموديل. وبالنسبه للنبات ولا الزواق تيزيد جماليه، ولكن لاكوب اكثر. نتمنى ان شاء الله يكون واضح. غادي نشرح لكم واحد شويه هذه المبره كيفاش تكون. شوفوا معايا. اول حاجه المبره ما يمكنليش ندير فيها الداخل في الخارج. تندير الثوب بحال هكا. قربوا معايا شويه هنا. هذا هو الثوب ديالي. تنطويه شويه هكا وتنطل من هنا. غادي تلقاي جهه مرايه وجهه مظلمه. انت بغيتي الثوب يعني يجي مفتوح غتخدمي بالمرايه، بغيتي المغلوق غادي تخدمي من الجهه المغلوقه. نتمنى ان شاء الله يكون واضح. عندي انا بالنسبه بغيت يعني اللي مغلوق غادي نبدا من هنا على هذا الشكل هذا. اشنو كنديروا البنات؟ بغيت انا ندير هكا. غندير سهم. هذا السهم تيعني هذا هو الفوق باش نخدم كل شيء على اتجاه واحد، ما يتقلبش. كنتي لا تقلب البنات حيت تكونوا لابسين اللبسه ديالكم راه تتبان يعني الظهر تيبان مفتوح على الامام. نتمنى ان شاء الله نكون قربت لكم الصوره. الثوب يعني غادي نطويه على جوج. نورمالمون الا كان ثوب عادي غتطوي على جوج وتطوي على 4. انا ما غاديش ندير هكا، غادي نقسم الثوب على جوج هو الاول. هانتوما شوفوا معايا. انا غادي نقادو ونرجع معاكم، ما نقطعش حتى نكون معاكم. هنا من بعد ما طويت الثوب على جوج غادي نحسب الطوله ديال السلهام. الطوله ديالو كتشوفي الطول شحال ما بغيتي، 140 150 على حسب الطوله ديالك. انا عندي الطول 150 غنحسب 150 ديالي. هاك نحسب 150 ونسطرها. شوفوا معايا البنات فاش غادي نقطع، كيفاش غادي ندير. فاش غادي نقطع البنات كيفاش غادي ندير الثوب، حيت ما يمكنليش نقلبو هكا، خاصو يبقى في اتجاه واحد. بسم الله. هذا البنات فاش قطعت غنهز الثوب على هذا الشكل هذا هكا وفي نفس الاتجاه. غير هو غادي نجيب هاد الجهه مسدوده للحاشيه هكا. ما قلبتش الثوب، خليته نفس الاتجاه باش يبقى السهم للفوق. جبت جهه مسدوده من هنا للحاشيه، لان القدام كما شفتوا في الموديل راه مفتوح والظهر مسدود. ونقاد الثوب. الثوب الا قطعتو 3 متر مقدر غتلقاو 3 متر. الا زادكم شويه من الثوب غادي تلقاوه زايد، وانتم ديروا الطوله ديالكم. خليو الحاشيه هنايا. قادوا الثوب مزيان ونولي الريبل. انا ما عنديش الثوب نقاد في الطول، غنقاد الثوب ونرجع معاكم. من بعد الثوب ما طويتو على 4 على هذا الشكل، جهه مسدوده وجهه مفتوحه. غادي نجي لهنا ونحسب 8 سنتيم
على 2 ديال السنتيم، نجيبها دايره على هذا الشكل. واضح؟ غادي نخلي الثوب كامل اللي عندي في الثوب لان بغيتو سهل يجي لي طويل على حسب المركب ديالك. غادي ننزل هنايا، شوفوا معايا البنات، هنا نزلت ب 30 سنتيم، نزلت ب 30 سنتيم، غادي نسطرها على هذا الشكل هكا. فغادي ندير زاويه قائمه، زاويه قائمه نتوما ديروها بالمثلث ديالكم على هذا الشكل. هنا زاويه قائمه، اللي ما عرفش البنات زاويه قائمه تسطروا لي غير هاد الخط نيشان، وغتدخلوا هنايا دخلوا ب 6 سنتيم وسطروها، دخلوا ب 6 سنتيم وسطروها. واضح؟ غادي نشوف العرض اللي بغيت انا ديال الكمام. انا غادي ندير هنايا 40 سنتيم، 40 سنتيم هنايا هذا العرض اللي شفتوا. لكم الاختيار في العرض، يعني ممكن تنقصوا اللي ما تيبغيش العرض بزاف. غادي ندخل هنايا، شوفوا معايا 20 سنتيم، دخلت هنا ب 20 سنتيم ونجيبها نيشان صافي. شوفوا معايا البنات، غنحسب هذا ديستونس اللي هنا، هذه المسافه اللي هنا 40 غادي نحسبها من هنا 40 سنتيم، وغادي نسطرها. واضح؟ شوفوا معايا البنات واش بان لكم، نتمنى يكون واضح. غادي نحسب هذه المسافه اللي هنا، هذه اللي هنا هي هذه اللي هنا، ونجيبها دايره على هذا الشكل. شفتوا معايا؟ نتمنى ان شاء الله يكون واضح. اللي بغى يخليها كريشان، اللي بغى يزيد شويه الايفازه راه بامكانك تزيدي الايفازه وتجيبي التقويسه هنا. هاد التقويسه هذه، هاد الدوره ديال الجلايل راني وريتها لكم في لا ريغل غوند. انا نجيب لا ريغل غوند باش نعاود نوريها لكم مره ثانيه. هنا شوفوا معايا البنات، نقسم هاد المسافه في النص ونجيب هاد لا ريغل غوند نحطها، وهي اللي تعطيني الدوره ديالنا. صافي كملنا البنات، مابقاش شي حاجه اللي بزاف. غادي نوريكم المقص، نقصي تقطع من هنا وندور ونمشي. هذا هو السلهام ديالي، تيجي رائع كما شفتوا. بسم الله، غادي نقطع. هز الهم ديالنا على هذا الشكل، تنهز الظهر على هذا الشكل هذا ونسطرو بهاد لا ريغل غوند. غادي تحسبوا لي من هنا لهنا، حسبوا لي 50 سنتيم، وغادي نجيبوها على هذا الشكل هذا. واضح؟ وغادي نقطع معايا هنا. تنحاول باش نحيد الحاشيه ديال الثوب حتى هي. صافي هاني كملت هاد الظهر ديالي. ها الامام غادي نوقف لكم غير بالفنايت غير باش تشوفوا يعني كيفاش جاي تيجي ساهل، وكما شفتوا يعني بالبوس جاي زوين. انا نجيب لي زيبانكل اورجان. هنا البنات ناخذ الظهر هو الاول، تنحطو على هذا الشكل ونجيب القدام، غتخيطوا بحال تخيطوا الكتاف ملاقين مع الكمام. ها هو باش يبان اللي مبتدئ وما اللي عارف راه غادي يمشي يوقفها بطريقه العاديه. غادي نهز الوجه ديال الثوب مع الوجه ديال الثوب واللاقي نخيطو، ولا اللاقي والفنايت غير باش ديروا لي سياج هو الاول. غتلاقي هذا ايبول مونش، هاد الكتاف هادو، وتلاقي الجناب، نلاقيهم ونرجع معاكم. شفتوا البنات الموديل ها هو باش يتخيط، يجي على هذا الشكل هذا. الطريقه
اللي بسيطه وشي حاجه اللي راقيه بالصحه والراحه. وتسناو الدرس ديال القفطان اللي بالمضمه من بعد. بصحتكم وان شاء الله فرجه ممتعه للفيديو. نتمنى ان شاء الله. السلام عليكم البنات. رجعنا للدرس التتمه ديال الدرس ديال السلهام. عندنا السلهام راه الدرس الاول راه موجود في القناه، والدرس الثاني ديال القفطان اللي بالمضمه غادي نكملو ان شاء الله في هذه الحصه. كنا درنا الطول في السلهام درنا 150 تديري الطوله واقفه. كنتي غادي ديري قفطان واقف بلا مضمه ديري نفس الطول. كنتي بغيتي ديري المضمه بحال اللي درت انا ديري الطول يعني زايد على حسب المضمه. واضح؟ يعني فاش نحسبوها البنات الطول ديال القفطان راه نديرو شويه بحساب لان المضمه تتهز واحد 10 سنتيم. يعني اشنو غادي ديري؟ غتحسبي الطوله اللي درتي في السلهام وزيدي عليه 20 سنتيم. 10 سنتيم تتهزها لك المضمه و10 تتنزل على الارض. نتمنى ان شاء الله يكون واضح. من بعد تنقلب الثوب ونخليه في نفس الاتجاه ديما باش يجينا اللون ديال القفطان هو اللون ديال السلهام. الا كان ثوب سامبل ما تاخذيش هاد الحطياطات هادي. الثوب عندي هو هذا تنطوي الثوب على جوج كيما شفتوا. القفطان ماشي عادي، يعني القفطان جاي عريض وفي صلافير شويه مختلفه. اول حاجه طويت الثوب على 4. غادي نحسب الطول ديالي، غندير 150 زيدي 20 سنتيم عليها، يعني الطول اللي بغيتي انت غادي تخدميه. الطول ديالي انا اللي اختاريت هو هذا. وهذا الشيء اللي بقى الكمام غادي نوريكم اشنو حيت الكمام كيما شفتوا الموديل فيه لي بلي. واضح؟ فيه بون ماشي لي بلي سمحوا لي، فيه واحد لا ديكوب اللي منبت انا غادي نبت عليها لان التوتال انا اللي شريت ديال الثوب شريت 5 متر وخاصه 5 متر نخرج فيها الموديل. واضح؟ واللي ما بغاش يدير القطعه اللي في الكمام ممكن يجيب 5 متر ونص. واضح؟ شوفوا معايا قربوا معايا مزيان هنا البنات. الثوب طويناه على 4، ها جهه مسدوده ها جهه مفتوحه. حتى القفطان البنات ساهل ديما ساهل مع امنيه. يلا شوفوا معايا غادي تجيو لهنايا غادي نحسب 8 سنتيم وهنايا 2 ديال السنتيم. شوفوا معايا 8 هنا 2. واضح؟ غادي نجي لهنا البنات ننزل ب4 سنتيم. نمشي هانيشا بالمسطره سطر بالمسطره 8 2 نزلت ب4. واضح؟ غادي نجي لهنا غادي نحسب لوبيست ديالك. اشنا هو لوبيست اللي يلاه جا معانا؟ لوبيست هو الحزام ديالنا، يعني فين تنحزمو تتحسبي فين تتحزمي. عندك 38 عندك 40 عندك 42 كل وحده ولوبيست ديالها هي لا لين دو طاي خط الحزام. شوفوا معايا غادي نحسب انا لوبيست عندي 42 هي هذه انا بينتها. هذا هو الحزام ديالي هنا تنتحزم 40 سنتيم. غادي نطلع من هنا لهنا ب4 ديال السنتيم وهذه غادي نفتحها لان هذا القفطان كما شفتوا ما فيهش خياطه في الجناب. غادي نجي عاود لتحت الجلايل وتشوفي شحال بغيتي في الفتحه انت وجهودك على الفتحه. انا غادي ندير 40 سنتيم. يمكن لك تفتحي يعني كثر يمكن لك تفتحي اقل لكن اختيار. ومن بعد غادي نقطع. شوفوا معايا البنات مزيان الموديل راه ساهل، يعني في السهوله ديالو في الحاجه اللي ساهله في التخاصج ديالو، يعني قد ما تيجي راقي بامتياز. واضح؟ بون صافي بسم الله غادي نقطع من هذا الكتف وضعت مع الكوير. واضح؟ ونقطع لي طول على هذا الشكل. هذا غادي نخليه ونعلم الاتجاه ديال الثوب من الفوق باش يبقى باين. ها هو غادي نجي نهز المقص وغادي نفتح هاد البلاصه فين غادي هنا فين غادي نركبوا البنات الكمام. ندير هكا باش يجيني على يدي. غادي نفتح. هذا هو التركيز هو الركيز ديالنا هنا فين غادي نلصقوا حيت تيجيو هاد القفطان كما شفتوا الموديل تيجيو كتاف طايحين. فاش ملي تتحزمي تيجيو الكتاف خارجين من لوبيست. واضح؟ وغادي نجي نفتحها غادي نفتح. شوفوا البنات كيفاش تيجي، يعني فاش غادي نحل غادي يبان لكم بان يعني الجناب ها هما مسدودين.
وهاد الفتحه ديال الركيز والفتحه ديال الجلايد. غادي نهز هاد الطرف اللي لتحت ديال الامام، غادي ندير كولفي، غادي ننزل هنا، انا بغيت 18 سنتيم ونجيبها لهنا. ما تعجبكش الطوق نازل ديري 14، يعني كل واحد وكيفاش تيبغي الطوق. ركزوا معايا هنا فاش غادي نقطع هاد الدوره هذه، غادي نجي لهنا، غادي ندخل 1 سنتيم، كنقطعو سنتيم تيتقطع من هنا. من بعد ما قطعت الامام والوراء كما شفتوا ها هما ملاقين، يعني الجناب ما فيهمش خياطه، غادي نلاقيو غير الكتاف والكمام ها قفطاننا واجد واضح. نخلي هذا على جنب ونجيب الكمام ديالي هما هادو. غادي ننزل هنايا ب2 سنتيم ونسطرها على هذا الشكل هذا. غادي نهز هاد المسافه ديال الفتحه ديال الكمام هكا نحطها. شتا البنات راه جايه نيشان معاها هنا. تتشوفي انت العرض اللي بغيتي ديال الكمام، العرض اللي عجبك. انا تيعجبوني لي مونش واسعين، كديري بحال هكا تتشوفي العرض اللي عاجبك. انا غادي ندير 28 سنتيم ونجيبها لهنا، ومن بعد غادي نقطع. شوفوا معايا البنات، ها هي جهه مسدوده تبع على 4. هاد المسافه هذه خديتها من الفتحه اللي فتحت ديال الركيز، والعرض هنا لكن اختيار. بسم الله. عندنا الكمام ديالنا هما هذا، ولكن هاد الكمام غادي نقول لكم كيفاش غتعرفوا تزيدوا شحال في الطول. انا غادي نوريكم. شوفوا معايا البنات، هذا هو الكتف ديالنا. تتحسبي هاد المسافه هذه فيها 35، غتحسبي من هنا لهنا 35، يعني انا نوريكم في المانكا احسن. غادي نحسب من العمود الفقري 35 فين ما جات هنا ونشوف الطوله ديال الكمام شحال خاصك في التوتال واضح. يعني نحسب من هنا 35 ونحسب الكمام ديالي من هنا لهنا. داكشي اللي لقيتي الثوب قادك هنا يعني كامل مزيان، ما لقيتش بحال انا راه زدت واحد الطريف هنا، زدت طرف ونبت فوق منه واضح. يعني بالنسبه للطرف ديال الثوب يعني شاطلينا من السلهام، ها هو هذا شاط من السلهام تطويه على هذا الشكل هذا. ما تنساوش البنات تخليو واحد المضمه، يعني هادو شاطوا لينا من السلهام، غادي نخلي واحد المضمه وواحد هذا نخليوه المضمه. اللي ما بغاش يدير المضمه يعني بامكانه يدير مجدول، تا مجدول يجي زوين. تنحط هاد الطرف هذا هكا على هذا الشكل، نحاولوا ما نقلبوش الثوب ونخليو نفس اللون. اول حاجه نشوف اللون ديال كما قلت لكم تديروا على هذا الشكل هذا باش تشوفوا المغلوق هو هذا من هنا. غادي نطوي، غادي نفصلو غير واحد بواحد باش ما يجيش مقلوب. نحط عندي هذا، نوريكم طريقه اخرى البنات يعني سهله، لان بزاف البنات تجيهم صعيبه باش عندك كتافك 40 او 42 تتحسبي 42 هي 22. تتشوفي هذه المسافه هذه اللي زايده هنا اللي زايده تتنقصيها من طولة الكمام. عندك 60 غتخلي ديك 12 وتحسبي 60 ديالك زائد 2 سنتيم، يعني الطريقه اللي ساهله. نعاودها معكم البنات، نعاود تنشوف الكتاف، تنحاول نعاود البنات المبتدئات. نتمنى ان شاء الله يعني تصبروا معنا نتوما اللي معلمات المبتدئات باش يفهموا اكثر. تتحسبي الكتاف ديالك من التقويره لهنا، لنفرض هادو هما الكتاف ديالك، داكشي اللي زايد على الكتاف غتنقصيه من طولة الكمام. عندك 60 في الكمام وخلي لي 12، غديري 60 ناقص 6 ناقص 12، نخلي 12 الفوق ونحسب 60 زائد 2 سنتيم فين ما جاتني نسطرها. نشوف العرض اللي بغيت نخلي هذا العرض كامل ينزل هكا، نخليه العرض راه تيجي زوين البنات ونسطر على هذا الشكل. عندنا الاتجاه ديال الثوب هو هذا، خاص الطرف الاخر حتى هو يجي على هذا الشكل.
ونقطع. من بعد ما قطعت غنحط هذا في نفس الاتجاه على هذا الشكل هذا ونقطع في هذا. شوفوا معايا هذا الكماله ديال الكمام، ما غاديش تبان ديكوب لان غادي نبت فوق منها. وبالنسبه لهذا القفطان ديالي غادي نحاول نوقفوا معاكم قبالكم لان باش يبان لكم غير الشكل والطريقه حتى ديال الخياطه ديالو كيفاش تكون. الطريقه ديال الخياطه ديالو البنات اول حاجه تتوقفوا الكتاف ديال الامام مع الكتاف ديال الوراء، هذه هي اول مرحله. كنتو تخيطوها باليد اولا بالماكينه بحال هاد الموديلات البنات فاش تكوني لابسه تتكوني مميزه، ماشي هذاك الشيء العادي. وبالنسبه لهاد الفتحه هي باينه لكم. اشنو تندير؟ تنجي للكمام من بعد ما تكوني لصقتي لهم هاد الطرف هذا اللي زايد. اول حاجه تتخيطي الكمام ماشي بحال العادي، تنخيطوا الكمام بوحدهم على هذا الشكل هذا، الوجه ديما مع الوجه. على هذا الشكل ها هو خيط. من بعد ما خيطنا البنات الكم تنقلبوا على وجهه هكا، ها هو تقلب على الوجه على هذا الشكل. تنجي لهاد الخياطه البنات اللي خيطنا، وهذا هو القفطان ديالي يعني على الوجه ديالو هكا. هذه هي الفتحه ديال التركيز. تتجي بهذا الحد هاد الخياطه مع هاد القنت نيشان الحد ديالو وتتبداو تخيطوا. انا غنشدو غير بالفنايت وتبداي تدوري معاه كامل بحال الخاتم هكا، تتمشي تدوري معاه كله. يلا البنات نكملوا ونرجع معكم. هنا البنات اللي كنتو تخيطوا اللي بغى يخيط بالماكينه، الطريقه اللي وريتكم هي بالفنايت. هذه اللي بغى يطرق بالماكينه يخيط الكتاف، يخيط الكمام ويقلب الثوب، ويقلب لكم على هذا الشكل هذا، يقلبوا هكا. يعني اللي بغى يطرق بالماكينه ماشي غير للسياج. هاد الجهه اللي الفوق مسدوده تجي للكتاف، والخياطه غادي تجي للحد ديال التركيز. غادي ندخل هاد الكم هذا بحال الخاتم هكا ندخلو، ونجيب هاد الخياطه مع القد. شفتي كيف ولا البنات هانتوما باش يجيكم ساهل. هذه خياطه تتبقى لكم يعني ديما خيطوا ديروا السرجي صافي. ونجيب هذه مع هذه ونقبطها بالخياطه كامله تجي دايره صاير داير كامله واضح. ومن بعد تقلبوا الثوب. هنا البنات الموديل شفتوا كي تيجي رائع البنات، شفتوا تيجي تتبان الخدمه هنا، تيجيو عرضين، تيجي همي وخلاص. السلهام شوفوني لابساه، يعني السلهام ديالها هو هذا. الكمام راه تيخرجوا يعني الكمام في وسط كمام على هذا الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله الموديل يكون واضح ويكون باين وتيجي كلاس البنات، ونتمنى ان شاء الله يعجب الكل. والى الحصه المقبله موديل جديد.